هدف واحد: جمع وزراء أفارقة من بلدان مختلفة اليوم السبت بمدينة مراكش، والذين سبق لهم التوقيع على النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي المسمى بنداء طنجة، وهو التنسيق لاستبعاد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي. وأكد الوزراء الأفارقة خلال هذا الاجتماع على التزامهم الكامل بالعمل معا وبالتنسيق سويا لاستبعاد هذا الكيان غير الحكومي من الاتحاد الإفريقي. كما اعتبر رؤساء الوزراء والوزراء الأفارقة أن هذا الاستبعاد القانوني من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية. كما أجمع الوزراء الأفارقة الموقعون على نداء طنجة في 4 من شهر نوفمبر 2022 بمدينة طنجة على أن استبعاد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء. وبناء على التوصيات المختلفة للجولة الإفريقية حول تحديات الاتحاد الإفريقي على ضوء قضية الصحراء، والتي تمت مناقشتها خلال 5 ندوات إقليمية بكل من نواكشوط، دكار، أكرا، دار السلام وكينشاسا، ناقش الموقعون على النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي مشروع الكتاب الأبيض، واعتمدوه بالإجماع بعد تقديم مساهماتهم القيمة. هذا الكتاب الأبيض المعنون الاتحاد الإفريقي وقضية الصحراء وثيقة تحليلية لتفكير شامل ومندمج، هو تتويج لجولة شملت عددا من الدول الإفريقية وللمناقشات التي جرت خلال الاجتماعات والندوات المختلفة. وخلال هذا الاجتماع رحب الوزراء الأفارقة بحرارة بانضمام موقعين جدد لنداء طنجة، ويتعلق الأمر بكل من لامين كابابادجو وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيا، وليزوكو ماكوتي وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو، وباتريك راجولينا وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر. وبناء على التحديات المختلفة للوزراء الأفارقة المتعلقة بتحديات الاتحاد الإفريقي، والتي تمت مناقشتها خلال 5 ندوات إقليمية والاجتماع الأول المنعقد بمدينة مراكش، خلص المشاركون إلى صياغة الكتاب الأبيض الذي يحلل التداعيات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية والمؤسساتية لوجود هذا الكيان غير الحكومي داخل الاتحاد الإفريقي وأثره على الوحدة الإفريقية. وتقدم هذه الوثيقة حججا واقعية وقانونية تستند بشكل خاص على التناقضات الموروثة التي تتعلق بتحيز واضح لمنظمة الوحدة الإفريقية ثم بعد ذلك الاتحاد الإفريقي ومعالجة قضية الصحراء، وهي الوثيقة التي تم نشر ملخصها التنفيذي مع البلاغ طيه.